مساء الخير عليكم. معانا شوية أسهم كتير الناس طالبة تحليلها، فيا رب الفيديو يكفي. هنحاول على قد ما نقدر إن احنا ناخد كمية، لو ما كفاش هنعمل فيديو تاني ينزل بكرة بإذن الله. معانا بي اي جي بي الأول. بي اي جي بي في صعود، يعني أنا شايفه وجهة نظري إن هو مناسب للشراء على الفريم الكبير. خلينا نشوف التحليل بتاعه كده عشان نفهم احنا قلنا كده بناء على ايه. اول حاجة انا عندي فيه هنا ادي قمة اهي وقمة وقمة، كل الكلام ده اتكسر بقوة، بعد كده حصل ارتداد، فالمنطقة دي اتحولت لمنطقة دعم. السعر بعد ما كسر رجع ارتد من عندها، بالتالي هيبقى عندي في صعود هيحصل الفترة الجاية طبقا للتحليل. ولو جينا رسمنا هنا قناة سعرية على القيعان اللي قدامنا هنا، هنلاقي ان السعر بيقول لي ان هو في حالة صعود. يعني منظر السعر هو اللي بيقول يا جماعة، الشرط هو اللي بيقول مش احنا اللي بنقول. الشرط ده بيبقى انعكاس للبيانات اللي بتحصل في السوق، عشان الناس تبقى فاهمة ايه الشرط ده. البرنامج اللي احنا بنحلل عليه اللي هو برنامج تريدنج فيو، هتلاقي ليه فيديو موجود على القناة، تقدر ترجع له. طيب عايزين نعرف احنا على المدى القريب ايه اللي هيحصل. على المدى القريب لحد دلوقتي انا السعر ما قاليش ان في صعود، يعني السعر لحد دلوقتي بالنسبة لي هبوط. في عندي اهي منطقة عرضية اهي، بصوا المنطقة دي كده، شايفين المنطقة دي؟ انا عايز بس معلش اغير اللون عشان بس يبقى الدنيا واضحة شوية، او ناخد لون اصفر مثلا. دي منطقة عرضية اهي، السعر نزل بعد كده عمل منطقة عرضية، بعد كده كسرها الهبوط. لحد دلوقتي انا السعر بيقول لي انه هابط، ما عنديش اي اشارة صعود غير ان السعر في اجمالي المتوسطات بتاعتي صاعد، وعندي هنا في شموع فوليوم بدأت تبقى قوية، شموع شرائية، لكن برضو ما تعدتش الرينج الطبيعي بتاعي. ده الرينج الخط الازرق، ده الرينج او المتوسط الطبيعي بتاعي بتاع الاسعار. فالاسعار الشرائية ما قدرتش تتعدى، فبالنسبة لي لحد دلوقتي ما فيش اشارة قوية قوي للصعود. ولكن خلينا نبص على الفريم الاصغر شوية، ممكن نلاقي اي اشارة. برضو لحد دلوقتي ما عنديش حتى اي قمم اتكسرت لصعود. لحد دلوقتي انا عندي قمة واتكسرت لهبوط، اتكسرت هبوط، قمة اتكسرت لهبوط، قمة اتكسرت هبوط، قمة، ولسه هو في المنطقة دي. الاتجاه العام هو اللي بيقول اهو ان هو لسه هابط، فانا ما عنديش اي اشارة شرائية. للأسف التحليل الفني ممكن يدخلنا الصفقة متأخر شوية بعد ما تصعد، ولكن بتكون بنسبة كبيرة مؤكدة انه خلاص اتجاه صعود. يعني بالاخر كده احنا محتاجين ايه؟ عندنا في صعود قوي على الفريم الكبير، محتاجين ان الفريم الصغير كمان يتوافق مع الكبير، ده اللي احنا محتاجينه. طول ما الفريم الاتجاه الكبير صاعد انا ممكن اشتري، لكن ممكن يجي لي فرصة شراء افضل من تحت شوية. فليه اشتري دلوقتي وانا بالنسبة لي المنظر هابط؟ فلازم يتكسر عندي قمة، يحصل عندي قمة والسعر ينزل، بعد كده يرجع يكسرها، ساعتها نبدأ نقول ان احنا ممكن نشتري. فهو على المدى العام هو عندي فرصة شرائية بناء على المنطقة العرضية اللي عندي هنا دي. لحظة واحدة. بناء على المنطقة العرضية اللي عندي هنا دي اللي حصلت، وبناء على الاتجاه العام للسعر، كان حاصل عندي هبوط قوي، بعد كده مشي هنا عرضي وبدأ يكسر ويرجع ويكسر ويرجع لحد ما كسر بقوة شمعة فوليوم او شموع فوليوم حصلت. احنا بنستدل بالفوليوم ده يا جماعة. بصوا شمعة الفوليوم اللي هنا دي قوية ازاي، ما كانش باين عندي هنا لكن بيرد بعدين عندي. طبعا على ما بيحصل المنطقة العرضية دي اللي هي تجميع اسعار، لما بيبدأ السعر يجمع عندي شمعة فوليوم قوية وشمعة قوية وشمعة قوية وشوية شموع أقوية اهو، فمعنى كده ان انا في هنا منطقة تجميع اسعار، بعد كده بيحصل للقوة دي. عشان كده انا لحد دلوقتي شايف شموع الفوليوم عندي على الفريم الكبير هابطة، على الفريم الكبير هابطة، لسه في عندي احمر اهو، فممكن يحصل عندي قوة بيعية. ولكن على الفريم الصغير لو جيت بصيت هتلاقي الاتجاه العام هابط، فمعنى كده لسه عندي قوة بيعية. امال احنا بنقول ليه ان هو في فرصة شراء؟ فرصة شراء على العام، على المدى العام. فاحنا ممكن نشتري من هنا، اللي مستعجل ممكن يشتري، ولكن انا انصح بان احنا بعد فترة كده نفوت شوية ونرجع نحلله تاني كام يوم كده، ونرجع نحلله تاني نشوف اداني بقى اشارة انعكاسية ولا لا. فابقوا اكتبوا لي في الكومنتس بعد اسبوع او حاجة ان احنا نرجع نعيد تحليله. طيب تعال نشوف سهم تاني، نشوف اس بي اي ان. انا ما بحبش الاسهم اللي طايره قوي فوق كده يا جماعه، دي ما بحبش، لان اللي اشترى من تحت، يعني هو واحد مثلا، حط نفسك مكانه، واحد اشترى ب 2 جنيه
السعر وصل معاه لحد 5 جنيه ونص وداخل في 6 جنيه، هيستنى ايه تاني؟ هيبيع. بالتالي السعر لازم هيهبط. ما هي السلوك السعري صاعد وهابط، صاعد وهابط، صاعد. طب انا عندي هنا صاعد، فين الهابط؟ طيب هل ممكن يكمل؟ ممكن يكمل، ولكن ملناش دعوه. انا مش ضامن ان انا اشتري من هنا. ولو خدت بالك الشرط ده شبه الشرط اللي قبله على طول بتاع بيج، اللي قلت لك عامل منطقه عرضيه وبعد كده حصل صعود قوي. حصل صعود قوي. بص اهي، ادي المنظر اهو، ادي الصعود القوي. لكن التاني عامل هبوط، فانا عشان كده بقول ممكن تشتري. لكن ده صاعد طاير. حتى المتوسطات السعريه، الخطين الاحمر والاخضر دول، بص هو بعيد عنهم ازاي. السعر لازم يطلع ويرجع، يطلع ويرجع شويه، بيفضل قريب من المتوسطات. فانا ما انصحش بالشراء هنا. حتى مش محتاج ابص على الفريم الصغير، بس انا هبص علشان الناس اللي شاريه اهو. ادي السعر عندي صاعد عرضي، ممكن يهبط، في احتمال يصعد فيه، بس انا ما اضمنش. انا احب اشتري من تحت يا جماعه. احنا بنشتري، بصوا اللي متابع القناه فاهم الكلام ده، وارجع الفيديوهات القديمه. مش عشان تاخد صفقه، ولكن عشان تتعلم ازاي بنحلل. انا احب اشتري يا جماعه من تحت، ما اشتريش من فوق. انا احب اشتري الحاجه رخيصه وابيعها بالغالي. مش اشتري بالحاجه بالغالي ويا طلعت يا نزلت. لا، انا اشتريها رخيصه، فلو انا ما كسبتش على الاقل مش هخسر. خلينا نشوف السهم اللي بعده. ATLC. شوف على الفريم الكبير، دايما احنا اللي يهمنا الفريم الكبير، قاعدة الكبير يحترم. يعني انا شايف ان هو ممكن يكون في على الفريم الكبير شمعة اهي، فوليوم، في كام شمعة فوليوم قبلها، ممكن يبقى في فرصة شراء على المدى القريب والبعيد. يعني ممكن يبقى في فرصة شرائية. تحليله مش واضح قوي، بس انا بصوا كده عندي التحليل بيقول ايه. بيقول ان انا كان عندي الهبوط ده، خلينا نمسكه من اول هنا، مش فارق معايا اللي فوق ده قوي. عندي حصل هبوط اهو، بعد كده صعد، بعد كده كسر ده لهبوط، بعد كده صعد، بعد كده كسر هبوط، بعد كده كسر صعود. فبدأ يغير لي بنية السوق. ولكن مشكلتي الوحيدة ان الاتجاه العام دلوقتي هابط. يعني دي مشكلتي الوحيدة. فأنا أفضل لو هتشتري، يعني الأفضل بالنسبة لي شايف المنطقة العرضية دي لما تتكسر. يعني ممكن تبدأ تشتري من أول سعر 5 مثلا، 60 ولا حاجة. ابدأ فكر في الشراء، هتكون فرصة أعتقد كويسة. خدوا بالكم التحليل ده يا جماعة، احنا بن يعني توقعات حسب رؤية فنية. يعني مش الكلام ما بيبقاش دقيق 100%، وإلا كان زماننا عملنا ملايين يعني. بس الشرط بيعيد نفسه او السلوك بيعيد نفسه. بص لما كسر قمة، عمل عرضي وبعد كده المفروض يصعد زي ما حصل هنا. ادي قمة قاع، قمة قاع، الاتنين دول بقوا متساويين. لما كسر القمة دي طار وعمل لك عرضي اهو قبلها. فبالتالي هي نفس ده فكرة السلوك السعري يا جماعة اللي احنا بنحلل على اساسه. خلينا نشوف السهم اللي بعده. AFDI او الاهلي للتنمية. يعني رؤيتي الفنية ايه؟ رؤيتي هيصعد، بس انا ما اشتريش من هنا. يعني اللي شاري خلاص خليك، انا ما اشتريش من فوق كده يا جماعه، انا بشتري من تحت. إيه معلش هتلاقوني بنفعل شويه، بس يعني عشان الكلام ده انا بقعد اعيده كتير قوي. انا ما اشتريش من فوق كده يا جماعه، انا ما اشتريش من فوق كده يا جماعه. ما اشتريش والسعر يقعد. يعني اغلب الناس اللي بتبعت لي بيبقوا شاريين وخسرانين. ليه؟ لان هو اشترى بعد ما صعد، فيقول لك ايه ده، الله ده السهم ده صاعد هاخد بقى. لا، هيقوم نازل عليك. احنا بنشتري من تحت يا جماعه. بص بنشتري من المناطق اللي تحت دي، يوم السعر يصعد نبيع. ما بنقعدش نستنى مع السهم العمر كله. طالما جاب لي الهدف بتاعي خلاص. ولكن رؤيتي الفنيه ايه؟ هيصعد. تعال نبص انا قلت كده بناء على ايه. معلش انا لما قلت كده قلت على الفريم الكبير الدنيا ما كانتش واضحه، لكن في اشارات كده معينه احنا بنعرف نقرا من الفريم الكبير، ما بحتاجش اخش على الصغير. لكن انا دايما ادخل على الفريم الساعه عشان انتوا تفهموا. يعني انا قلت بناء عليه، لكن انا مجرد بص خلاص بحكم الخبره بقدر افهم هو صاعد ولا لا. بص كده نفس الماركت ستراكشر اللي قلنا عليه، قمه اهي، وقاع وقمة، وكسرت بقاع، بعد كده عمل قمة وقاع، قمة وقاع، اتساووا مع بعض، بعد كده مشي عرضي او طلع كسرهم، تساووا مع بعض وكسر، بعد كده مشي عرضي. مشي منطقة عرضية اهي. ممكن السعر ينزل تاني، ممكن عادي جدا. يعني الكلام بتاعنا زي ما قلنا مش دقيق 100%، لكن هيكلية السوق بتقول لما بيحصل كده، اول ما يكسر معاك سعر مثلا 34 ونص ده، تبدأ تقول ان هو ممكن يصعد. انا ما انصحش بالشراء فيه، بس اللي شاري خلاص خليه، يعني انت خلاص اشتريت. نشوف اللي بعده. NCCW.
يعني برضو ما خدش من فوق كده، ممكن ينزل شوية ولكن اتجاه عام صاعد. يعني بص يعني اهو السعر هو اللي بيقول، بص اهو تيجي ترسم قناة كده على القيعان تلاقي السعر بيقول لك انا صاعد، بس ايه ممكن ينزل للقاع ده زي ما حصل هنا. بص كان فوق نزل لهنا، كان فوق نزل لهنا، كان فوق، هينزل فين؟ هنا. فانا افضل في عملية الشراء ان استنى السعر ينزل شوية هنا. طيب تعال نبص على الفريم الصغير. ادي يا سيدي الفريم الصغير. بص بقى اللي كان حاصل، تعالى بقى نحلل بقى الجزء ده. بص بقى عمل ايه؟ السعر طلع ونزل، كسر ونزل، كسر، وبص شايف انت القاع ده اتكسر اهو، فطلع، فهيبدأ يديني ايه بالنسبة لنا؟ رحلة هبوط. يبدأ السعر يمشي شوية ويقوم كاسر القاع ده ويفضل يمشي هبوط شوية. ده التوقع بتاعي، فانا اتوقع ان هو الفترة الجاية هيمشي معاك في الرينج ده. فعلى المدى القريب هو لسه ممكن يهبط. طب افرض صعد وبتاع عادي، دي زي ما قلنا، انا ممكن يعني انا لو ضامن 100% كلامي كان زماني عملت ملايين. احنا بنتوقع وبنمشي على اداره ماليه وما بنخاطرش بالفلوس كلها، عشان كده بنخش بجزء من الفلوس، اخش ب5% من فلوسي، ب10% من فلوسي، لكن ما اخش بفلوسي كلها لان ممكن يعكس عليا، ده شيء وارد جدا يعني. بس انا توقعي مثلا انا ما اشتريش من هنا، لكن كنت ممكن اشتري من هنا. يعني لو انت كنت جيت سالتني من وهو هنا مثلا كنت ممكن اقول لك اه اشتري. كان هنا السعر كام؟ 3 جنيه، وصل معايا كام؟ 4 جنيه ونص، يعني زاد 50%. 50% في 3 4 شهور. انهي مشروع ده في الدنيا اللي يعمل لك 50% في 3 4 شهور؟ فطبعا عشان كده بقول لك احنا بنشتري من تحت. طب افرض جيت من تحت ونزل، هينزل اكتر من 2 جنيه ايه؟ هي دي بقى الكلمه اللي بقولها، هينزل لك هيبقى بجنيه وشويه وهيرجع تاني اخره قوي اهو. بص هو انت هتشتري من هنا بكام؟ ب 3 جنيه ولا بتاع، هيوصل لك كام؟ 2 جنيه. اكتر من كده يبقى مفيش شركه خلاص. عشان كده بقول لك احنا بنشتري من القاعات، بنشتري من تحت، ما بنشتريش من فوق، ما بنشتريش من فوق. فلو انا اشتريت من هنا، لو ما كسبش على الاقل مش هخسر، على الاقل مش هخسر. حتى لو نزل شويه مصيره يصعد خلاص. فعشان كده انا ما بشتريش من فوق، لكن هنا الاحتمال الاكبر ايه؟ يهبط شويه ثم يصعد. نشوف اللي بعد. اتش اي ال اي هليوبلس. يعني طاير بس هو يصعد. يعني برضه انا ما احبش دي، ممكن انا ادخلها مخاطره دي انا ممكن ادخلها مخاطره، لكن هو هيصعد. ده هيصعد. بص الاتجاه العام، بص السعر فوق الموفينج افريج اهو ازاي، بس هو هيصعد. ليه بقى هيصعد؟ تعالى نحلل لك على الفيلم الصغير. بص بقى برضو الصفقه دي حلوه ان احنا نشرح عليها. انت عندك السعر كان عمال طالع وهبط، بعد كده طالع وهبط، طالع وهبط، بعد كده عمل نموذج راس وكتفين اللي احنا فيه ده اسمه راس وكتفين. بعد كده جه طالع وقام هابط كاسر الكتف ده اهو، نزل، بعد كده هابط ونزل، بعد كده طالع ونزل. انت شايف السعر بقاله قد ايه رغم انه كسر، الا ان هو مش قادر ينزل اكتر من كده. بعد كده كسر بشمعه قويه اهو. انا بالنسبه لي دي مع اشاره الفوليوم اللي تحت دي قوه شرائيه عاليه، فانا اتوقع ان السعر يصعد. انا اتوقع السعر يصعد، ولكن انا ما انصحكش ان انت آه، يعني تشتري. انا ممكن ادخلها مخاطره بنسبه قليله من راس المال بتاعك. طب واللي شاري؟ لا اللي شاري خليك، هيصعد ان شاء الله. يعني شركه هليوبليس، سهم هليوبليس حلو جدا كسهم يعني، فخليك. طيب نخش في اللي بعده، اعمار مصر. لا تعليق. انا ما اشتريش من هنا، انا ما اشتريش من هنا. يعني ده انا بالنسبه لي لا تعليق. قلنا 100 مره انا ما بشتريش حاجه طايره. فبص انت يعني لو انت شايف حاجه طايره ما تبعتليش بقى، ما تسالنيش، انا ما اشتريش حاجه طايره فوق كده. هيعمل ايه؟ يا يكمل يا ينزل، احتمال. طب لو هو تحت مفيش قدامه غير ان هو يطلع. فاهم؟ انا بفكر بني مبدأ، هو لو تحت مفيش قدامه غير انه يطلع. لكن انت هنا فوق هتشتري ايه؟ هتشتري ايه؟ ما خلاص الحاجه سعرها غلي. اعتبر ان ده سلعه. وعارف تبقى الكارثه امتى؟ لو جه كسر لك القاع ده، اتاكد بنسبه كبيره انه هيهبط. بنسبه كبيره جدا، طبعا مفيش حاجه 100%، بس نسبه تتعدى 60 70%، ودي نسبه كبيره جدا في التوقعات على فكره. 60 70% ان هو لو كسر القاع ده هيهبط معاك. انا مش بخوفك عشان انت لو شاري وبعت وطلع ما تجيش تقول لي انت قلت لي وبتاع. انا بقول لك وجهه نظري التحليليه. ليه؟ اقول لك السعر هنا بالنسبه لي كان صاعد، وبعد كده ايه؟ هبط، صاعد، بعد كده هبط، بعد كده صاعد. طب ايه الفكره؟ احكي لك انا. بص يا سيدي، كل مره السعر كان يعني اول مره لما السعر طلع بص بقوه قد ايه،
بعد كده نزل شويه صغيرين، بعد كده طلع بقوه اضعف من القوه الاولانيه. بص القوه الاولانيه كانت قد ايه، بص دي قد ايه، بعد كده نزل حبه زي اللي قبلهم تقريبا، بعد كده طلع بقوه اضعف من دي واضعف من دي. معنى كده ان القوه الشرائيه بتضعف، فالسعر معناها ان هو يبدا ايه، في احتماليه كبيره انه يعكس، في احتماليه، لان القوه الشرائيه عماله تضعف تضعف تضعف. معنى كده هيوصل ايه، ان الناس تبدا ايه، يمشي عرضي ثم بيع. طيب نشوف اللي بعده. RTVC. تعالى بقى نمسك الفريم الكبير ده، في كلام بقى. شوف بقى الحلاوة، شوف الجمال بقى. تعالى، ده حلو، ده بالنسبة لنا للشراء رغم الهبوط ده كله طبعا. ليه بقى؟ السعر كان نازل وعمل لي هنا قاعان متساوية، شايف قاع وقاعهم. تعالى نوريك، بص ده اللي بكلمك انا بقى عليه، قاعين اهم، يعني خلاص القوة البيعية بدأت تضعف، وكسر لي القمة دي ورجع تاني وقعد ينزل شوية، بعد كده عمال يديني ايه، صعود، بعد كده نزل تاني. كل ده بص هو فين، على المستوى ده، مش عارف ينزل تحته. بعد كده طلع بقوة حلوة قوي، في ناس استفادت من هنا يعني، ربنا يبارك لها، كسبت كويس في خلال من 2017 ل 2018، خلال سنة. انا بحكي لك عشان تبقى فاهم التحليل بس. طلع كل ده، بعد كده نزل كل ده، بعد كده طلع الحبة دي، بعد كده بدأ يعمل لي قيمة متساوية ويكسر وينزل. تعال بقى في الحتة اللي احنا فيها بقى، ايه اللي بيحصل. السعر كان نازل وعمل قمة، كسرها، وعمل هنا نموذج راس وكتفين، ادي كتف وادي راس وادي كتف، وبدأ يلف، وبعد كده نزل عمل لي شوية برضو شموع ماشي عرضي، وبعد كده طلع قوي قوي ونزل قوي قوي. شايف انت المنطقة دي منطقة دعم للسعر، خلينا نمثلها كده. منطقة، خد بالك انا ما بقولش خط، منطقة يعني ينزل تحت شوية يطلع تحت شوية يطلع فوق شوية، ايا كان دي منطقة كاملة، يعني مش شرط يمشي على الخط بالظبط. ها، المنطقة دي منطقة حلوة قوي، السعر وصل فيها لسعر مناسب 3 وشوية. طيب تعال نفتح بقى الفريم الصغير ونتفرج بقى، نشوف هنشوف ايه. ادي السعر نازل وعمل لي قمة ونزل، غالبا هيمشي هنا عادي شوية ويبدأ يعمل لي ايه، يكسر القمة دي. فأنا ممكن أشتري مثلا الأأمن ايه لما يكسر سعر 4 بالنسبة لنا لحد دلوقتي، بما انه ما عملش قمم جديدة. لكن لو كسر 63 مثلا ممكن أبدأ أفكر في الشراء، يبقى هيصعد. طب افرض هبط عليه شوية، هينزل أكتر من كده، ايه هيوصل لحد 2 مثلا وهيرجع تاني، ما هو ده آخره، الحتة دي كلها آخره. خلاص ده اللي احنا بنتكلم فيه. انا بالنسبه لي حتى الان طالما ما عمليش قمه جديده، يبقى باخد على القمه اللي قبلها لما يكسر 4، ده الاكيد يبقى هيصعد، ده الاكيد نسبه 70%، الاكيد دي مش 100%، يبقى هيصعد. طب جه كون لي قمه جديده، يعني جه السعر قام عامل لي كده مثلا، جه اهو عمل لي هنا نزل مثلا اهو، وطلع ونزل وطلع ونزل وكسر، يبقى انا هعتمد على القمه دي لانه عمل واحده جديده. طب طلع على طول وما عملهاش من هنا، انطلق على طول وكسر 4، اشتري. يبقى عندك حالتين، يا يعمل لك قمة جديدة الأول وينزل بعد كده يكسرها، تشتري ساعتها بسعر أحسن من 4 ده، هتشتري 63. يا إما يكسر لك الأربعة على طول مباشرة، ساعتها هتشتري على 4 وهيطلع معاك بإذن الله. نشوف اللي بعده. كيما. ده كنا محللينه من فترة، ياه بصوا كنا محللين اهو، كنا قايلين ان هو هينزل يرتد من هنا وممكن يصعد، او لو كسر دي يبقى ساعتها هيهبط، قلنا كده، وهو فعلا ارتد من عندها وصعد. هتلاقوا الفيديو موجود على فكرة، احنا مش بنقول كلام وبنغيره، هتلاقوا الفيديو قديم شوية بس هتقعد تدور بقى حب. طب ايه اللي هيحصل عندنا دلوقتي؟ اخر تحليل ليه القيمة كنا قايلين احنا قلنا بصوا اهو ده التحليل يا جماعة، بصوا اهو، واحنا قلنا لو كسر المنطقة دي السعر نبدأ نشتري. هو لحد دلوقتي عمل لي ديل، كسر دي يعني يا جماعة يعني شمعة قوية تطلع لفوق زي ما قلت لكم من شوية، شمعة قوية زي دي، لكن فتفوتة كده ونزلت وبتاع انا ما بعتمدش على الكلام ده ما بعتمدوش. يكسر لي القمة دي، بص السعر كان نازل
عمل لي قمة ونزل وعمل لي قمة ونزل. لما يكسر دي يبقى انا ممكن ابدأ اشتري. طيب وجهة نظري التحليلية هو سهم كويس، يعني كيما سهم كويس جدا. وجهة نظري التحليلية ان هو بص كده اتجاه عام ايه صاعد، منطقة شرائية حلوة وممكن تشتري على فكرة من دلوقتي. ولكن افرض نزل حبة، طب ليه ما اخد انا لو نزل حبة اخد بالنزول؟ فانت هتصبر معلش شوية. اللي عايز لسه هيشتري استنى ما يكسر لك المنطقة اللي انا قايل عليها دي، استنى ما يكسر لك المنطقة دي، يعني يكسر لك سعر مثلا 14.20 مثلا 14.30. لو السعر وقف لحد وصل 14.30 ممكن تشتري، يبقى بنسبة كبيرة قوي هيكمل صعود. طب ما عملش كده ونزل، يبقى اشتري بسعر احسن، اشتري من تحت حبة بس. انا اتوقع له طبعا صعود على المدى البعيد والمدى القريب، بس بشرط ان هو يكسر لي المنطقة دي. نشوف اللي بعده. ALCN ماشي، ده صاعد قوي برضه، انا ما اشتريش في حاجة كده، ده طاير قوي. ده طاير قوي، بس انا اعتقد ان هو يعني ما يا جماعة الحاجات دي صعبة بصراحة. الحاجات دي مش عارف انا ليه تشتري من فوق كده. طيب بص بالنسبة لي انا يعني لو عايز، يعني لو ليك مزاج قوي ما يكسر لك القمة دي تقول يا شراء. ولو انت مستعجل ممكن لما يكسر لك المنطقة دي 57.80. بس لو انا مثلا انا لو مزنوق في السهم ده يعني اشتريه 60.5 يكسره لي اقول ان هو هيكمل صعود. لكن انا دلوقتي على المدى الصغير انا بالنسبة لي هابط اهو. ادي السعر بيقول لي انا هابط اهو، هو اللي بيقول. بص المنظر اهو، القناة قالت، هو اللي بيقول انا هابط انا هابط. فاجي انا اشتري ليه؟ طيب يعني اعمل في نفسي كده ليه؟ بس يعني دي وجهة نظر يعني. طيب نشوف اللي بعده. يا ده انت مزاج عندك الحاجات الطايرة دي برضو. انا ما ممكن يصعد ممكن يصعد، لكن انا ما اشتريش هنا. يعني ممكن يصعد لو انت شاري اصلا خليك وبتاع وخلاص بقى يعني. وخصوصا لو انت بقى ليك مزاج قوي تشتري ممكن لما يكسر لك 63 مثلا او 3.5، لانه كان نازل قمة وقمة وقاع ما بينهم، بعد كده بدأ يلف، فدي اخر قمة بالنسبة لي، لو كسرها نقول يا صعود. بس انا ما اشتريش الحاجات دي، انا ما اشتريش حاجة متشعلقة فوق كده. طيب اللي بعده. LUM. بقول لك انت مزاج عندك كل دول على فكرة يا جماعة شخص واحد. يعني كل ده شخص واحد برضه مزاج عندك الحاجات الطيب. انا يا حبيبي مش بشتري من فوق، لو انت شاري اصلا عايز تخليك خليك. لكن انا مش بشتري من فوق كده، انا بالنسبة لي من فوق ده السعر يبقى هينزل. ما هو بص طلع هينزل، طلع هينزل، طلع هينزل، طلع هيحصل ايه؟ هينزل. فاهم؟ يعني هي قاعدة، فعشان كده ما بحبش من فوق. ممكن يكمل، ممكن يكمل، يا رب يكرمك لو انت شاري ويكمل، يعني مش هزعل والله. ربنا يكرمك ويكمل، لكن انا ما بشتريش حاجه طايره قوي فوق كده. عندنا لسه في حاجات كتير قوي، معلش هنخليها في فيديو تاني. الفيديو دلوقتي وصل لتلت ساعه. لسه عندنا مصر الالومنيوم وعندنا موبكو وعندنا حاجات كتير قوي، عندنا اموك. فخلينا معلش نخلينا في الفيديو الجاي، ممكن يبقى بكره ان شاء الله هكمل لكم باقي التحليلات الاسهم اللي جات لي. شكرا.